اهلا بيكم في حلقه جديده على اكس سبورتس. ديربي القناه ما بين الاسماعيلي وما بين المصري، مباراه كانت مهمه جدا جدا بالنسبه للفرقتين. المصري ظروفه نوعا ما افضل كتير من الاسماعيلي. المصري عنده استقرار اداري، عنده استقرار مادي، مع لعيبه على مستوى جيد جدا، عنده جهاز فني على اعلى مستوى، وعنده برضه قاعده جماهيريه كبيره بتشجعه. مباراه ب6 نقاط، انت بتزق نفسك وبتطلع نفسك من الدايره بتاعت الصراعات، بتاعت تزايل الجدول، وفي نفس الوقت بتعطل اقرب الناس اللي حواليك. على الجانب الاخر خلينا نشيد بكابتن حسام حسن اللي عمل جيم كبير قوي النهارده وقاد الفريق بشكل كويس، وده كان واضح من خلال طريقته واسلوب اللعب، وواضح جدا ان هو كان محضر للماتش ومذاكر كويس قوي نقاط القوه ونقاط الضعف اللي موجوده عند نادي الاسماعيلي، في ظل وجود الياس وفي ظل وجود عبد الرحيم دغموم ومعاهم ايزي ايميكا، وان انت مامنهم ب3 مدافعين في خط الظهر، فكان بيرفع عنهم الالتزام الدفاعي شويه، وده اداهم الافضليه الشوط الاول على صالح جمعه وعلى عمر الوحش وعلى عماد حمدي واحمد مدبولي وباسم مرسي. ما كانش ليهم ظهور مؤثر نوعا ما، وقدر النادي المصري ان هو يستغل الاخطاء الدفاعيه اللي كانت موجوده في خط دفاع النادي الاسماعيلي في ظل غياب باهر المحمدي، احد اهم الاعمده الرئيسيه في خط الظهر في نادي الاسماعيلي، وده اسفر عنه او نتج عنه ان المصري قدر ان هو يحرز هدف مبكر. مكسب جه في توقيت مثالي وتوقيت مناسب، لان خلي بالكم المصري داخل على مرحله مهمه الفتره اللي جايه. انت داخل على فتره انتقالات شتويه، وعلى حسب التصريحات اللي قالها كابتن ابراهيم حسن من ايام سابقه ان هيكون في بعض التعديلات، وفي بعض اللعيبه اللي هترحل عن صفوف الفريق، وفي بعض اللعيبه اللي هيتم التعاقد معاها. فكان مهم ان انت تبني على الايجابيات اللي حصلت النهارده، وان انت تخش الفتره اللي جايه بظروف كويسه تقدر ان انت تشتغل عليها وتبني عليها من خلال بقى بطوله الدوري ومن خلال المراحل القادمه.